عمرك سألت نفسك أنا ليه هنا؟ أنا اتولدت ليه؟ أنا عايش ليه؟ هو أنا مجرد رقم في الدنيا ولا ليها قيمة؟ الأسئلة دي بتعدي على ناس كتير، بس قليل جدا اللي بيدور على إجابة، وقليل أكتر اللي بياخد خطوة ويبدأ يحقق هدفه في الحياة. بس تعال أقول لك الحقيقة اللي يمكن محدش قالها لك قبل كده. أنت مش موجود هنا صدفة. أنت مش جاي الدنيا علشان تاكل وتنام وتشتغل وخلاص. أنت جاي لهدف، جاي لرسالة، جاي علشان تسيب أثر، جاي علشان تكون حاجة مختلفة. كل نفس بتاخده فيه سبب، كل دمعة نزلت فيها حكمة، كل وجع عدى عليك كان بيشكلك، كل لحظة ألم كانت بتقويك علشان تشيل مسؤولية أكبر. لكن المشكلة أنت نسيت أنت مين، نسيت إنك فيك طاقة تمشي بلاد، نسيت إنك ممكن تغير ناس بكلمة أو موقف أو حتى بسكوتك. وقت الصح الدنيا مش بتدي للناس اللي بتحلم، بس الدنيا بتدي للي بيقوم كل مرة يقع، بتدي للي بيكمل وهو تعبان، بتدي للي عنده هدف واضح ما بيوقفش. عشان فيه ناس اتخلقت علشان تكون شبه الكل، فيه ناس اتخلقت علشان تكسر النمط، علشان تطلع فوق وتقول أنا مش زيكم، أنا جاي علشان أسيب علامة في الحياة دي. اسأل نفسك لو موت بكرة إيه اللي هتسيبه وراك؟ مين هيفتكر إنك كنت سبب في نجاته؟ إيه الفكرة اللي هتعيش بعدك؟ لو ما لقيتش إجابة يبقى لسه بدري ولسه عندك فرصة. أنت عندك وقت، أنت عندك عقل، أنت عندك قلب صاحي، وأنت عندك رب كريم شايفك وسمعك ومستنيك تقوم وتبدأ كل يوم جديد. هو فرصة تبدأ من الصفر، فرصة تبعد عن الناس اللي بتسحبك ورا، فرصة تتكلم، تتحرك، تفشل، تتعلم وتقوم تاني. وصدقني مفيش حد نجح من غير ما تعب، مفيش حد وصل من غير ما خسر، بس اللي كمل هو اللي قدر يعيش حلمه بدل ما يعيش جوه حلم حد تاني. القناة دي مش معمولة علشان تتسلى ولا علشان تسمع كلام وتنساه، دي معمولة علشان كل مرة تتفرج تفتكر نفسك، تفتكر إنك موجود علشان تعمل فرق، علشان تبقى إنسان مش عادي حتى لو كل اللي حواليك مش شايفينك. لو الفيديو ده لمسك اكتب لي في الكومنت أنا ليا هدف، واضغط لايك، مش علشان تقول لنفسك أنا موجود علشان أعيش بجد، واشترك في القناة علشان تكمل الرحلة. ومتنساش مفيش حد اتخلق صدفة، وانت أكبر من إنك تضيع في الزحمة.